لو معاك 6000 جنيه وعايز تشتري موبايل لبداية 2025، موبايل تخش بيه السنة الجديدة يريحك ما فيهوش أي مشاكل، بيدي لك قيمة حلوة مقابل السعر، تحس إنك دافع فلوس في حاجة محترمة، ما تندمش تماما إنك أنت اشتريت الموبايل ده، وخصوصا إنك عايز تجيب الموبايل تقعد عليه سنتين ولا حاجة ولا 3 سنين على ما تفكر إن أنت تغير. فخليني أقول لك بقى في الفيديو ده تشتري إيه من الآخر في حدود فئة 6000 جنيه. خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز. وخليني اقول لك ان في الفئه السعريه دي انت عندك موبايلات جديده وموبايلات لسه موجوده في السوق واخده مكانتها من ضمن الموبايلات الاكثر ترشيحا. خلينا نبدا باول موبايل، هو الفيفو واي 19 اس. ده موبايل لسه جديد، لينا معاه كلام دلوقتي، اتقل بس عشان في ناس كتير بتتكلم عنه، فعشان ما تقعش في الفخ اصبر عليا للاخر. الموبايل ده النسخه ال 628 منه في حدود ال 6900، وركز معايا كويس جدا. اما تاني موبايل هو الانفينكس هوت 50 مع شوق الجماهير في فئه 6000 جنيه، بتسال على الموبايل ده كتير جدا. النسخه ال 8128 بتاعته ب 6200. اما بالنسبه لثالث موبايل هو الريلمي سي 67، النسخه ال 628 ب 6800 او ب 6900 بالكتير. واخيرا السامسونج اي 15 النسخه ال 628 برضه بنفس الحكايه 6700 6800. الفيفو والسامسونج والانفينكس الثلاثه دول ضمان محلي، لكن الريلمي سي 67 هو ضمان دولي. وتعالى بقى اما نبدا اول حاجه بنقطه التصميم. الفيفو واي 19 اس بالنسبه لي اكتر تصميم متكامل، وخليني اقول لك ليه. الموبايل ده بيجي بتصميم شكله شياكه كعاده فيفو، كاميرات الموجوده في الظهر بشكل لطيف، عندك الرينج لايت الموجوده ولكن دي بتستخدم في الاشعارات او اي حاجه. وزن الموبايل يعتبر مش تقيل ومش خفيف، 198 جرام، ولكن المميز ان الموبايل ده ارخص موبايل في السوق، بيدعم مقاومه الغبار والميه بشكل كامل اي بي 64، والموبايل معاه شهاده كمان لمقاومه الصدمات. وكلامي هنا واضح، انا ما بقولكش ان الموبايل ضد الكسر، انا بقول لك ان الموبايل ده ضد الصدمات. تصميم متكامل، تصميم كويس من ماده البوليكربونات زي كل الموبايلات، بس فكره دعم مقاومه الغبار والميه ومقاومه السقوط او مقاومه الصدمات عملت له فرق كبير عن كل الموبايلات اللي حواليه. ونروح للموبايل الثاني هو الانفينكس هوت 50 النسخه ال 4 جي. الموبايل بيجي بتصميم شياكه، شايفه الاشيك من وجهه نظري هنا، وخصوصا اللون التيتانيوم. الموبايل من ماده البوليكربونات عادي، شكل الكاميرات عاجبني بصراحه، والتصميم شكله مينيمال كده مش ملعوب فيه كتير. كمان وزنه يعتبر خفيف شويه 187 جرام. وكمان الموبايل بيدعم لمقاومه طرطشه الميه فقط، ولكن مش مقاومه غبار وميه زي الفيفو. ده اخره يجي عليه شويه ميه ولا مطره ولا حاجه، لكن الفيفو غمر في الميه ولكن مش غمر لفتره طويله. ركز برضو عشان ما تقارنش فيفو بموبايلات الفئه المتوسطه. اما بالنسبه للريلمي سي 67 فهو بيجي بدعم طرطشه الميه اي بي 54 زي بالظبط الانفينكس هوت 50، ولكن تصميمه شكله شياكه برضو، ما فيش اي مشكله، من ماده البوليكربونات. وزن الموبايل كويس 185 جرام. وننتقل للسامسونج اي 15 اللي بيجي من غير اي معماريه خالص لاي دعم مقاومه اي حاجه، بيجي بتصميم من البوليكربونات عادي ساده، ما فيش اي مشكله. وزن الموبايل هنا هو الاتقل حرفيا وسط كل الموبايلات 200 جرام، ولكن كلهم يعتبروا قريبين من بعض، مش هتبقى الفرق ملحوظ قوي يعني. بس كتصميم متكامل الفيفو دعم مقاومه غبار وميه، فئه غريبه جدا 6000 جنيه، تصميم شكله شياكه كل نفسك فيه. بعده على طول الانفينكس من وجهه نظري، بعدهم ريلمي، في الاخر خالص سامسونج. وتعالوا ما ننتقل لنقطه الشاشه. خلينا نبدا بفيفو اللي بيجي بشاشه من النوع اي بي اس، نفس الشاشه اللي كانت موجوده في اخوه بالظبط الفيفو واي 28، الشاشه الاي بي اس الاتش دي بلس 6.68 انش اللي داخله على 6.7 انش 90 هرتز. وبرضه عايز اقول لك ان السطوع هنا بيوصل ل 1000 نتس، والشاشه برضه جايه بالهول بانش، وده حاجه كويسه على الفئه السعريه دي، ولكن الحافه السفليه كبيره نسبيا. اما بالنسبه للانفينكس فهو بيجي بشاشه احسن شويه، شاشه اي بي اس ولكن الشاشه دي اكبر 6.78 انش يعني داخله على 6.8 انش. الشاشه كمان فول اتش دي بلس مع 120 هرتز، والسطوع هنا بيوصل معاك ل 800 نتس. والشاشه برضه جايه بالهول بانش، والحافه السفليه تعتبر اصغر من الفيفو شويه. عايز اقول لك الخلاصه، الفيفو اسطع ولكن انفينكس بيدي لك فول اتش دي بلس جوده اعلى مع 120 بدل 90، لا محسوسه في الاستخدام اليومي وهنجيله دلوقتي. اما بالنسبه للريلمي سي 67 فهو شاشه قريبه من الانفينكس برضه 6.7 انش اي بي اس فول اتش دي بلس. الشاشه هنا 90 هرتز مش 120 زي انفينكس، وكمان الشاشه هنا سطوعها كويس 950 نتس، وبرضه جايه بالهول بانش. واخيرا نيجي بقى للسامسونج اللي بيجي باقوى شاشه في كل الشاشات دي، شاشه سوبر اموليد بتاعت سامسونج 6.5 انش، هي اصغرهم الصراحه، 90 هرتز فول اتش دي بلس، وسطوعها بيوصل ل 800 نتس، ولكن للاسف شكلها اسوأ حاجه
ووتر دروب نوتش على عكس ال3 شاشات دول اللي بييجوا بالهول بانش. لو سالتني على اصغر حواف هنا هاقول لك الريلمي سي 67، ولكن اقوى شاشه على بعضها هو السامسونج اكيد السوبر اموليد. تاني اقوى شاشه بالنسبه لي الانفينكس طبعا ال 120 مع الاي بي اس، ما فيش موبايل بيقدمها مع الفول اتش دي بلس. ريلمي سي 67 بعد كده فول اتش دي بلس مع 90، واخيرا الفيفو الاتش دي بلس مع ال 90 هرتز. وتعالى ننتقل لنقطه الاداء، لان الاداء ده فيه كلام كبير جدا لازم يتقال. اقوى اداء هنا انت ممكن تاخده مع الانفينكس بالميديا تك هيليو جي 100، المعالج المحترم ال 6 نانو متر، وبتاخد كمان هنا 128 جيجا، فاداء مستقر، اداء سلس جدا، مفيش اي مشكله. الموبايل صاروخ حرفيا، شغال كويس على فئه 6000 جنيه، واقوى اداء العاب هتاخده من الانفينكس حرفيا. الموبايل بيطلع لك كده من العلبه في اندرويد 14 واجهه انفينكس الاكس او اس 14.5، وكمان الموبايل بيدي لك تركيب شريحتين والكارت ميموري في نفس الوقت، ودي حاجه خطيره الصراحه. اما بالنسبه لاقل اداء ممكن تاخده هتاخده من الفيفو مع التايجر تي 612، المعالج اللي انا مش مقتنع بيه في فئه 6000 جنيه، ممكن يمشي على فئه 4 5، لكن فئه 6 كتير قوي عليه، وبتاخد هنا 628. الاداء مقبول الى حد ما، مش هقول لك انه اداء واو، يعني في الاداء اليومي سوفت وير فيفو معروف انه مستقر. الموبايل بيطلع لك من العلبه في اندرويد 14، واجهه برده الفان تاتش او اس 14، فالموبايل شغال كويس في الاداء اليومي. لكن هتقول لي تجربه العاب يا باشا، اقول لك لا، الموبايل ده ما يعتمدش عليه تماما في نقطه الالعاب، انسى انك تجيب الموبايل ده لو عايز تلعب. وكمان المميز في الموبايل انه بيدي لك تركيب شريحتين وكارت ميموري. اما بالنسبه لاقوى تاني اداء بالنسبه لي هو السامسونج اي 15 معالج جي 99، نفس اللي موجود بالظبط في الاي 16 الجديد، ولكن ده ارخص ب 1000 جنيه. ركز معايا، 628. الموبايل بيطلع من العلبه عليه اندرويد 14 وعليه واجهه سامسونج ال1 يو اي 6، ولكن هتاخد التحديث الجديد. سامسونج هيدي لك اداء محترم جدا في الاداء اليومي، فايق كتير جدا، ممتاز، مفيش اي مشكله. اقوى تاني اداء في الالعاب هتاخد اداء محترم جدا يعتمد عليه يا باشا، مفيش اي مشكله. ولكن للاسف انت مع سامسونج تاخد تركيب شريحتين او شريحه وكارت ميموري. واخيرا ريلمي سي 67 بالمعالج 685 المتعارف عليه، ومعاك 628 جيجا. الموبايل شغال كويس، ما فيهوش اي مشكله كاداء يومي، ولكن اداء الالعاب هو ياخد اقوى ثالث اداء العاب بعد الانفينكس وبعد السامسونج، هو اعلى من الفيفو الصراحه. الموبايل بيطلع معاك من الكرتونه عليه اندرويد 14، ولكن عليه واجهه مخففه من ريلمي. عايز تلعب يا باشا خليك في انفينكس او في سامسونج، ايا منهم الاثنين قويين جدا، ولكن بصراحه انفينكس بالنسبه لي ممتاز، كمل كل حاجه، معالج كويس للاداء اليومي، اداء الالعاب، شريحتين وكارت ميموري، كل حاجه موجوده في الموبايل ده. وتعالى بقى اما ننتقل لنقطه الكاميرات. انفينكس جاي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، ما فيش كاميرا الترا وايد، وعندك كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل، ودي في العيوب كده، هنجي لها في العيوب دلوقتي. بس الكاميرا الاساسيه يعتمد عليها. احسن حاجه في الموبايل ده تصوير ال 2K 30 فريم في الثانيه، اللي مش موجود في اي موبايل تاني في فئته السعريه نهائي، ولا سامسونج ولا اي موبايل تاني. فانا شايف ان الموبايل ده في تصوير الفيديو يعتمد عليه اكتر من بقيه الموبايلات التانيه. فيفو بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل، وبيدي لك تصوير فيديو 1080، والكاميرات متواضعه كويسه يعتمد عليها في الفئه دي. على فكره اقوى موبايل هنا هو سامسونج من الاخر. خليني اقول لك الخلاصه، ريلمي سي 67 بيقدم كاميرا 108 ميجا بكسل، برضه صوره كويسه، للاسف برضه ما فيش كاميرا الترا وايد زي اخواته التانيين، وعندك كاميرا اماميه 8 ميجا بكسل، تصوير فيديو 1080، على عكس انفينكس الاسوأ واحد فيهم في الكاميرا الاماميه اللي بيقدم تصوير فيديو 720، وهنجيله دلوقتي في العيوب، اتقل عليا. اما بقى بالنسبه لاقوى تجربه كاميرات هو سامسونج، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، كاميرا 5 ميجا بكسل الترا وايد، ده الموبايل الوحيد اللي بيقدم كاميرا واسعه، وعندك كاميرا 13 ميجا بكسل اماميه، والموبايل بيدي لك تصوير فيديو 1080 عادي في كل الكاميرات. فعلا احسن نتائج صور هتاخدها من سامسونج بدون مبالغه، فعلا موبايل ممتاز. يمكن بالنسبه لي بعد كده الريلمي سي 67 ثم الانفينكس، وفي الاخر خالص فيفو بالنسبه لتجربه الكاميرات على الفئه بتاعت 6000 جنيه دي. تعالى بقى ما نشوف كل واحد بيقدم ايه وبيفتقد ايه، ونبدا بالفيفو اللي بيدي لك سماعات ستيريو، ودي حاجه ممتازه في فئته السعريه، بصمه ممتازه موجوده في زرار الباور، مدخل 3.5 مللي، ودي حاجه كويسه. كل المستشعرات هنا موجوده، ولكن مستشعر الجيروسكوب هنا سوفت وير مش حقيقي. الموبايل بيدي لك بطاريه كويسه عملاقه 5500 ملي امبير، ولكن سرعه الشحن في الشلاحات 15 واط. عيوب الفيفو من وجهه نظري، الكاميرا الاماميه مش افضل حاجه، مفيش ان اف سي، مفيش ميكروفون ثانوي ولا عزل ضوضاء، سرعه الشحن بطيئه جدا 15 واط ما يعتمدش عليها قوي. المعالج بالنسبه لي فيه مشكله، مش هيكفيك خالص في فئه 6000 جنيه، انا شايفه معالج ضعيف على الفئه دي. والشاشه اتش دي بلس، ولكن ممكن ان هي تعدي عادي، يعني انا الشاشه دي ممكن اعديها، لكن الحاجات التانيه ما تعديش الصراحه. تعالى الانفينكس اللي بيقدم بصمه ممتازه موجوده في زرار الباور، عندك مدخل 3.5 مللي، ولكن للاسف انفينكس سماعات مونو ومش ستيريو. مستشعرات كلها عندك موجوده، ومستشعر التقارب هنا حقيقي، ودي حاجه كويسه. الموبايل فيه ان اف سي، ودي حاجه ممتازه بالنسبه لي، ولكن للاسف الموبايل ما فيهوش ميكروفون ثانوي ولا عزل ضوضاء. عندك بطاريه 5000 ملي امبير، شحن يركن جنب اخوه 18 واط، مش افضل حاجه. عيوب انفينكس ايه من وجهه نظري؟ هقول لك ان الموبايل للاسف ما فيهوش ميكروفون ثانوي ولا عزل ضوضاء،
الموبايل بيجي بسرعه شحن بطيئه 18 واط مش افضل حاجه، وفكره ان السماعات هنا مونو مش ستيريو، كنت طمعان ان انفينكس تديني سماعات ستيريو، ده انت اديتني ستيريو في الموبايلات اللي ب 5000 جنيه الهوت 50 اي والسمارت 9، ليه ما تدوهانيش في موبايل زي ده ب 6000 جنيه؟ نيجي بقى للريلمي سي 67 اللي هو يعتبر فيه اقل تنازلات من وجهه نظري، يعني الموبايل فيه سماعات ستيريو ومدخل 3.5 مللي، بصمه ممتازه موجوده في زرار الباور، كل المستشعرات عندك موجوده، مستشعر التقارب هنا حقيقي، ان اف سي ميكروفون ثانوي والعزل الضوضاء، ولكن خد بالك في نسخ ما فيهاش ان اف سي، مش دي اللي انا اقصدها. واخيرا بطاريه 5000 ملي امبير، ومعاك شحن صاروخ 33 واط، والشحن كمان موجود في العلبه. عيوب ريلمي ايه من وجهه نظري؟ ممكن المعالج مش افضل حاجه في تجربه الالعاب، فيه افضل منه 90 هرتز مع اي بي اس، في موبايلات بتقدم 120 هرتز زي انفينكس مع اي بي اس، وفي موبايلات بتقدم شاشه اموليد زي سامسونج، فبالنسبه لي دي نقطه عيب. ما فيهوش كاميرا الترا وايد زي اخواته اللي عدوا، ولكن الموبايل ستيل كويس جدا، ما عنديش عليه اي اعتراض. واخيرا بقى نيجي للسامسونج اللي بيقدم بصمه كويسه موجوده في زرار الباور، مدخل 3.5 مللي ان اف سي، ميكروفون ثانوي والعزل الضوضاء، ولكن للاسف الموبايل هنا سماعات مونو، مفيش مستشعر جيروسكوب، مستشعر التقارب سوفت وير للاسف مش حقيقي ولكن شغال كويس، بطاريه 5000 ملي امبير، وبيدعم سرعه شحن 25 واط، ولكن العلبه بتيجي فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه. عيوب سامسونج ايه؟ السماعات المونو من وجهه نظري شكل الشاشه قبيح جدا، الوتر دروب نوتش اللي ما عادش موجود حاليا، كنت طمعان ان هم يدوني دعم مقاومه غبار وميه زي ما فيفو قدرت تعملها يعني، او حتى يدوني دعم طرطشه ميه، ولكنها مش موجوده. الشاشه حجمها مش اكبر حاجه 6.5 انش، مش هتكون مناسبه اللي بيحب الشاشات الكبيره. واخيرا الموبايل جاي ملط تماما ما فيهوش اي حاجه، وسرعه الشحن برده مش افضل حاجه 25 واط، ولكنها افضل من فيفو ومن انفينكس، يعني هو ريلمي اسرع واحد، بعد كده سامسونج، بعد كده انفينكس، بعد كده فيفو. وخلينا اجيب لك الخلاصه، لو انت عايز اكتر موبايل بيقدم قيمه مقابل سعر هنا في فئه 6000 جنيه، انا من وجهه نظري شايف الانفينكس هوت 50، موبايل ممتاز متوازن، هيدي لك كل اللي انت عايزه، الدنيا معاك تمام مفيش اي مشكله، تنازلات قليله وكل حاجه. مش عاجبك الانفينكس خالص وعايز موبايل بشاشه اموليد محترمه بيقدم قيمه حلوه، معاك دعم باستمرار، الكلام ده كله، بس ما عندكش مشكله تتنازل يا باشا عن الشاشه، فتاخد السامسونج ايه 15. مش عاجبك الانفينكس ولا السامسونج من وجهه نظري، روح هات ريلمي سي 67 هو الموبايل اللي في النص. اما بقى لو انت بقى بتحب فيفو، فعندك الفيفو واي 19 اس، بس خد بالك وركز معايا، ده اسوأ معالج في الفئه السعريه دي انت ممكن تتعامل معاه، ما اعتقدش انك هتقدر تعتمد على المعالج ده اكتر من سنتين. وبس كده، دي الخلاصه من وجهه نظري، انا شايف انفينكس، سامسونج، ريلمي، في الاخر خالص فيفو، حتى وان الفيفو بيدعم سماعات ستيريو ودعم مقاومه غبار وميه بشكل كامل، بس ده مش كافي لان المعالج صعب جدا جدا بالنسبه لي ان اتقبله في الفئه السعريه دي. دي اختياراتي الشخصيه، انت بقى والاختيار اللي يعجبك، كل الموبايلات متاحه قدامك، اشتري اللي يعجبك. وما تنساش ان فيفو، انفينكس، وسامسونج الثلاثه دول ضمان محلي، لكن ريلمي هو ضمان دولي. ما تنساش لايكك، سبسكرايبك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك من دايما كل جديد، وكالعاده انتظر فيديو جديد. سلام.